الموهبة تتطلب رعاية حكيمة، والوصول إلى المجد يتطلب الإرادة والمثابرة، فالنجاح ليس خطوة واحدة تحقق الإنجاز، وإنما مجموعة خطوات صغيرة بعيدة المدى. مهمتنا اليوم قادتنا إلى البحث عن كيفية صناعة لاعب كرة قدم متكامل متخلق ومثقف. مراد لن يكون إلا بالمرور على العديد من المحطات المتسلسلة، فما كان علينا إلا التنقل إلى أكاديمية بارادو لتكوين لاعب كرة القدم. الصرامة، الانضباط والجدية في العمل عوامل تصنع الرياضي المثالي، هي صفة بحثنا عنها وسعينا للوصول إلى من يطبقها، فلم نجدها إلا هنا في أكاديمية بارادو لكرة القدم. وحتى يتسنى لنا الوقوف على السير الكامل للأكاديمية، كان علينا الاستيقاظ باكرا لنتمكن من متابعة كل صغيرة وكبيرة في مركز التكوين الذي يبدأ نشاطه على الساعة 6 صباحا، عندما يدق زرزي عمار مساعد تربوي بالأكاديمية جرس الإعلان عن بداية يوم جديد. يكتشف خلاله أبناء المركز تفاصيل جديدة وخبرة تحتفظ لقادم الأيام. زياد يلا، على لؤي هشام يلا، على إياس. تنقلنا إلى غرف شبان الأكاديمية لحظة استيقاظهم، وواكبنا جل تحركاتهم المضبوطة حسب التوقيت. وفي انتظار وصول شبان الأكاديمية إلى مطعم المركز، كان نبيل يحضر وجبة فطور الصباح. صباح الخير. صباح بيان. الحمد لله. وانا بكو ساكت وجد لنا اليوم كم البروغرام ديالك؟ بروغرام اليوم نديرو بقاوة حليب، هذا بسكويت، قطو بسكوت. بيان سور كما العادة كل يوم هكذايا. راك نشيط مع الصباح يعني؟ بيان سور لازم تكون هكذاك نشيط باش تشتري الوليدات. ناكل حاجة صحية باش يميتريزيو بيان لونطرينمون ديالهم. بيان سور بيسكو لي جوار عندهم بزاف خدمة من الصباح للعشية، لونطرينمون، القراية، لازم ياكلوا كيما هكذا باش يكبروا شوية العظم. موعد تناول وجبة الصباح، كل شيء مجهز لأشبال المركز الذين تسودهم روح أخوية وعلاقة وطيدة.
التوقيت المخصص لفطور الصباح، وعاد الجميع إلى غرفهم حتى يتأهبوا للالتحاق بالتمرين المقرر على الساعة 7 صباحاً. دوك رانا استقهوينا وانا رايحين نونطرينيو ان شاء الله نتعلموا عفايس جديد. الكل جاهز للالتحاق بالحصة التدريبية في القاعة المغطاة تحت إشراف المدرب جمال عيش، الأب والأخ والصديق للاعبي الأكاديمية. انطلقت الحصة التدريبية لفئة من 10 إلى 14 سنة، فئة تخصها سوى التمارين بدون أي مباريات. صراحة شرف. شيخ سي كوا لو بوت من هذا ليكزارسيس؟ صراحة في عالم كرة القدم هي النظرة الأولى، القراءة الأولى تؤدي إلى 50% إلى 70% من حلول صحيحة خلال أثناء اللعب. هذا الهدف من هذا التمرين، يعني سي بريسك تو لو موند دون لي سونتر دو فورماسيون. Maintenant, il utilise ces exercices, ces techniques-là. Très bien, très bien. Hey, dosage. Dès que يوصل للباب الخطوة الأولى تلاش لي بالون. الفئة هذه تاع 14 سمعنا باللي وعرفنا أنه ما فيهش منافسات، فيه غير تمارين رياضية. فعلا التجارب السابقة أعطتنا صراحة السيتاج من الأحسن يتسلح الصغير، سيرتو لي جوار يتسلح تقنيا. سي لاج بروبيس كما يقولوها، يعني اللي يقدر لو جان لو جوار بور اريفي فريمون ا ان سيرتان ميتريز تكنيك. السن يعني الجوهري لاكتساب مهارات واكتساب تقنيات، يعني تحكم تقني أكثر. جمال عيش هو المدرب الذي أشرف سابقا على لاعب رينا الفرنسي رامي بن سبعيني. اختار مساره في الحياة كمدرب مكون للشبان في وقت أصبحت فيه هذه المهنة هدفا ماديا فقط للعديد من المدربين الجزائريين. صراحة هي قناعات، والله العظيم قناعات، حب. أنا نحب كرة قدم، حبيت زمن بلومي ماجر عصاد، وين كان كرة صراحة تدخل الملعب تدخل فرحان تخرج فرحان. Je n'ai rien à gagner que de voir les gosses souriants, de voir le beau foot, de voir les gens viennent voir le spectacle. Et il faut لازم نبقى متشتت بهذا الشيء هذا. أنا نعتز أني كنت دارني ربي سبب أني جبت هذا الولد. كان صغير، هو نحكي لك عليه هو كشخص، هو كان صغير ويقول لي شيخ وقتاش نلعب أوروبا. قلبه كبير بزاف، حب الوطن يجري في دمه في عروق، يعني تحس باللي
في البداية كي كان عندي في شباب قسنطينة يقول لي شيخ أمنيتي الفريق الوطني مانشستر يونايتد. السلام عليكم. بقي وليد حارس أكاديمية بارادو في الإليسات. أنا الحين نضرب دوكا مع الشيخ محمد، إن شاء الله نتعلم معاه حاجة جديدة ونروح للكلاس تاعنا نقرا. فئة الأقل من 17 سنة خصصت لها حصة تدريبية بقاعة تقوية العضلات دامت لقرابة ساعة كاملة. جدية كبيرة من الرياضيين الذين ينفذون تعليمات مدربهم كاملة. خليها هاك، ماشي هذه اللي تجي، ماشي هذه اللي تطلع، هذه خليها اطلع هكذا. شفت الجنو هو اللي يطلع هكذا. هنا رانا في الحصه تاع تقويه العضلات، وشنو ماشي شغل ما نديروش فيها الميزات، تسمى الوزن يكون ثقيل، حاجه خفيفه، وكما يقولوا رونفورسمون، ماشي ميسكيلاسيون تاع باش واحد ينفخ ولا عندنا مام جينيرالمون باش يتعلموا كيفاش يخدموا الميسكيلاسيون باش من بعد، باسكو السن تاعهم مازال ما لحقش تطوير تسمى الجسم تاعو. الولد هذا بتي ديتاي هو فلاش تاعو راهو 2000 او داخل عنده 16 وقريب كالكو موا، هو مالغري هكذاك لاطاي تاعو بصح راهو يلعب معانا. كاين دي زيكيب بالك ما يرفدوش ما يقبلوش، يقول لك صغير ما يساعدناش ولا، بصح في داخل الملعب كي تشوفوا هو يستعمل اكثر كيف يقول لك الذكاء تاعو على كما يقول لك يكومبونسي الفيزيك تاعو وسمو بالذكاء. وإلى حين انتهاء الحصة التدريبية اتجهنا للاطلاع على حمام الأكاديمية الذي وجدنا فيه كافة وسائل الاسترجاع. انتهت الحصة التدريبية وحان موعد الالتحاق بأقسام التمدرس بعد الاستحمام، وقبل أن نتجه إلى حضور الحصة الأولى صادفنا مجيء أحد أولياء شبان الأكاديمية قادما من ولاية عنابة وفي زيارة للإطمئنان على ابنه. توحشت وجيت استطلاع نشوف وين وصل في المستوى. هو التحاقه كان ما متعرف أكاديمية وعلى رأسها الرئيس خير الدين زرتشي الذي نظم مسابقة في مدينة عنابة، وكان من بين المختارين وتقبل على الموهبة تاعو. احنا تقبلناها وكان عنده رغبة، هو موهوب من الأول، وعندنا الرغبة تاعو حبينا نجسدوها في الأمر الواقع، بين ناكومبانيوها كما توحشت بزاف، لا فامي كومبي صحابي توحشت الحمد لله. كان نهار اللي جيت هنا شجعوني أهل تاعي، قالوا لي هذه لافونير تاعك ودا، والحمد لله أنا نبيع هنا في الأكاديمية الحمد لله، وإن شاء الله نخدم باش نوصل نفرح كاع أهلي ونتبعوا فيا إن شاء الله. أكاديمية بارادو وبغض النظر عن بعدها الرياضي إلا أنها خصصت أيضا مجموعة من الأساتذة يسهرون ليلا نهارا من أجل الوصول إلى هدف تكوين الرياضي المثقف. التحق المتمدرسون بأقسامهم كل حسب مستواه، وبدأ أساتذة الأكاديمية في شرح دروسهم المتطابقة مع النظام الخارجي.
فني من ولاية سكيدة. دخلت العام هذا الأكاديمي من والد 2003. جابني بابا والانترينور تاعي ندير دراسة هنا، والأكاديمية بارادو قبلوني. المادة تاع اليوم واش تعلمت انت اليوم من هذا؟ عواقب الكراهية، أن عليها عواقب خيمة تنتج عن البغض والكراهية بين الناس، وأن المحبة تلعب دور هام في الحياة، فهي تنشر الأخوة بين الناس. شيء جميل، معليش تكون عندنا أندية ويكون عندنا طلبة كما قلت متكاملين علميا ورياضيا، ويكون عندنا مدرسة رياضية، ولكن كما قلت من الخطأ أن لا نتبع الأبناء ونتركهم يتبعون فقط الجانب الرياضي. قد يتعرض ربما لكسر أو لسقوط أو لحادث ما، ويصبح ربما هذا الطالب معوق أو يصبح مشلول أو يصبح عائق عن العمل إلى آخره. فالدعوة تاعي أنا هو أن الآباء يعني يراجعوا الفكرة تاعهم، وقبل ما يزج بابنه لهنا المدرسة يكون يعرف أن هذا الابن له ميل وموهبة من جانب فني، ليس من جانب مادي. قال غدوة راح يخش رياضي وراح يطيح عليه أموال كثيرة وكذا منها، ولكن موش عارف الجانب والموهبة تاع وليده. إذا كان باش سجلوا في المدرسة هذه يبقى كما قلت يتابعوا تتابع مستمر. الأكاديمية حقيقة الهدف تاعها يعني أولا هو الرياضي، ولكن ما هملتش أبدا في أي حال من الأحوال الجانب التربوي، وهذا اللي نأكد عليه كثيرا. الدخول المدرسي السنة هذه كان كباقي المؤسسات اللي تابعة لوزارة التربية الوطنية. البرنامج اللي تبعوه التلاميذ كذلك نفس البرنامج. عندنا أساتذة الحمد لله ما شاء الله، يعني أساتذة أكفاء، ما عندنا حتى يعني مشكل معهم. التلاميذ كذلك لاحظنا أنه كان بعض التلاميذ يعني نجباء ما شاء الله، ورانا طمعين منهم كذلك ما يحققوناش إلا نجاح في الجانب الرياضي في كرة القدم، ولكن حتى في الجانب الدراسي. عندنا تلاميذ مسجلين في المدرسة، وكان كذلك تلاميذ مسجلين في الكناك يعني المركز الوطني للدراسة عن بعد. هذا باش نخلي تلميذ دائما ما يبقاش يعني يهتم إلا بالرياضة، لأنه ممكن ما يوصلش بها يعني إلى بعيد، ولكن لازم كذلك يكون عنده جانب ثقافي، جانب علمي، جانب تربوي، ما يلزمش نهملوه. وإلى حين نهاية توقيت الدراسة انتقلنا إلى المطعم، أين كان طباخ الأكاديمية بصدد تحضير وجبة الغداء التي تحضر وفق تعليمات الطبيب العام للمركز. اختراع الروس، اختراع لابوري، على كل حال نتمشاو بالبروغرام تاع طبيب. كل سمانه يجد لنا بروغرام جديد. دونك كيما جات سيمان اختراع نديرو لابوري، اختراع الروس، اختراع بطاطا كوشا، بوم صوتي، وعندك بلي ويكاند يعطيها لنا اوفر. بنينه شويه ماكله. ها؟ بنينه شويه. حاجه باينه بنينه. نخدموا 4 ربع في النهار، الصباح نخدموا قهوه حليب، نيطوايو، من بعد نعاودو نبريباري الفطور، نعاودو نديرو نيطواياج، من بعد الكوتي نديرو نيطواياج، العشاء نديرو نيطواياج. التحق المتمدرسون بالمطعم لأخذ وجبة الغداء الصحية التي تمكنهم من الحفاظ على لياقتهم البدنية. عاد مجددا المتمدرسون إلى أقسامهم، في حين من خاضوا مبارياتهم الرسمية يوما قبل ذلك
منح لهم يوم راحة وبقوا يتجولون في أنحاء الأكاديمية. كي دخلت كانت مليحة بزاف ليا بارابور كيفاش كنت في برا ودخلت هنايا لي زونطرينمون تبدلوا الريتم وكذا منها، يعني حاجة مليحة بزاف الأكاديمية هذه. وين ديكوفراو؟ درت ان تاست ولا؟ لا كانت ماتش كوب دالجيري في بودوا. أنا كنت نلعب في شبيبة القبائل، تما شافوني لعبنا كونت بارادو، ماشي الأكاديمي كلوب، لعبنا كونت بارادو. شافوني عيطوا لي جيت درت تيست هنا. كنت متحمس باسكو قبل كنت نشوفهم كيفاش كانوا يلعبوا كيفاش كانوا يخدموا وكذا، تجيك لونفي باش تدخل لاكاديمي باسكو حاجه مليحه بزاف. نعم يعني كاين لي كلاس هنايا لي بروف ادوميسيل، يعني حاجه مليحه بزاف بارابور الناس اللي راهم برا. هنا كاين كلش، انا كاين شومبرتك هنا تخرج تقرا ماشي حاجه بعيده بزاف، لي بروف يجوك ادوميسيل تقرا نورمال، حاجه مليحه بزاف داروها. وليت ميتريزي بالون بزاف باسكو على ديجا فوليوم دونطرينمون بارابور كي كنت في كلوب ديجا راه متغير. كنا نونطرينيو 3 فوا بار سيمين، دوكا تبدلت بكوتيديان. من تعرضوا لإصابة اتجهوا إلى طبيب الأكاديمية حتى يتلقوا فحوصاتهم الطبية، فرافقنا أحد اللاعبين الذي تلقى إصابة خلال مباراة رسمية على مستوى العضلة المقربة. La catégorie c'est U17, c'est ça. Donc l'âge تاعك 16 ans. واش عندك بروبليم؟ لا دكتور، اوكي. وقتاش حكمك لا دكتور؟ اوكي. كيفاش حسيت؟ اسكو ان دولور جاتك au cours du match ولا après le match؟ juste في الماتش. اوكي. اطلع. وري لي بصبعك ديجا وين يتسطر عليك. اكزاكتومون لو بوين دولور نحوس عليه. فوالا هنايا. كي نعبز هكذا اسكو توجعك؟ توجع هكذا، توجعك. وهنا؟ والو. هنا والو. سي جوست ايسي. داكور. داكور. فليكسيون نورمال، هكذا نورمال. هكذا. شوية توجعك هكذا. هكذا. اوكي. طلع دوكا رجلك. طلعها. توجعك. الإصابات يكونوا لكن أنواع كثير. الإصابات يكونوا يعني تقريبا كي نجوا نلقاو 3 4 5 مويان mais généralement c'est des petits bobos, c'est des blessés à gérer sur place. Avant tout il faut signaler l'académie de Parado, elle contient d'abord des médecins spécialisés, médecins spécialistes en médecine du sport, et aussi عندها des kinésithérapeutes. Ils ont 2 kinésithérapeutes et un kinésithérapeute qui travaille avec les seniors. Qui te connaît une équipe, le personnel déjà présent, ça aide beaucoup pour le joueur. D'abord pour un diagnostic précis, et ben la blessure, on l'oriente rapidement et on récupère le joueur le plus vite possible. Il y en a les médicaments nécessaires selon notre demande, qu'il y a une salle de musculation, de travail bénéficie de matériel assez adéquat. يعني pour laisser le joueur يخدم renforcement تاعو les exercices physiques تاعو باش يكون apte للتيران. حان موعد تمارين الأكابر مع مدرب أجنبي تلقى تكوينه رفقة النجم الإيفواري يايا توري، مدرب محترف صارم في قراراته وجد في عمله إلى أبعد الحدود.
C'est vrai, j'ai eu la chance, comme ces jeunes-là aussi ont eu la chance, j'ai eu la chance de travailler en Côte d'Ivoire. Sinon, on va dire, depuis tout petit, j'ai eu la chance de grandir dans une académie comme celle-là. C'est pour ça, d'ailleurs, quand je suis avec ces jeunes-là, je m'éclate. Parce que, si vous voulez, ce rêve-là que j'avais comme un tout petit, bah, c'est ce qu'ils sont en train d'embrasser aussi. Et donc, si vous voulez, je viens pour partager en quelque sorte mon expérience, sinon j'ai envie de dire le rêve que j'avais avec ces jeunes-là. Je crois en cette académie, je crois en cette structure. Parce que j'ai eu la chance de visiter pas mal de pays qui ont formé des joueurs de cette trempe-là. Et j'ai vu beaucoup de talents sortis et c'est le pays qui en bénéficiait. Donc pour répondre à votre question, je crois en cette académie et je crois que l'avenir est prometteur, comme j'ai dit au départ. Et je crois que des très bons joueurs sortiront d'ici et c'est le pays qui va en profiter, j'y crois. Vraiment, je trouve que c'est une belle initiative de M. Zetchi. Parce que c'est lui qui a eu l'idée de bâtir cette académie-là. Je pense qu'il faut l'encourager dans ce qu'il est en train de faire parce qu'aujourd'hui, c'est le pays qui va bénéficier de cela dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, le travail n'est pas encore vu de tout le monde, mais je pense que l'avenir est prometteur pour ce pays. L'avenir est prometteur parce que je pense qu'il y a du talent qui est en train de sortir dans cette structure. عمل متقن وخاص تقوم به أكاديمية بارادو مع حراس المرمى، المنصب الذي يشكل نسبة 50% من الفريق. فما كان علينا إلا أن نحضر هذه التمارين الخاصة مع مدرب محترف وعدنا بتقديم أفضل الحراس سيكون لهم مستقبل واعد في الكرة الجزائرية. Allez, c'est parti, Loula. 1, 2, hey! تمارين حراس المرمى التمسنا خلالها جدية كبيرة من المدرب، فحضرنا هذه الحصة التدريبية التي جاءت عقب المباراة الرسمية. On est en train de faire ça parce qu'on a eu un match un petit peu difficile à week-end, il y a eu le voyage et tout. On venait de faire un travail de musculation, donc on est en train de un petit peu dégager ce qu'on a bossé au niveau de la salle ici. En train de transférer tout ce qu'on a fait au niveau de la salle ici sur le terrain. Voilà, donc là c'est un travail d'appui, travail de mobilité, déplacement, placement et tout, et avec prise de balle. Les gardiens doivent toujours toucher le ballon d'une manière systématique, je veux dire tous les jours. Il y a des ballons, parce que c'est ça leur job, voilà. ما تفتقده وتعاني منه كرة القدم الجزائرية بالنسبة لمنصب حارس المرمى تعمل عليه بجد أكاديمية بارادو التي توفر كل الإمكانيات سواء للمدربين أو الحراس من أجل ضمن مستقبل واعد في هذا المنصب. تكون مدرب تاع حراس مرمى لازم تكون حارس مرمى. ما تقدرش تكون يعني مدرب وتقول باللي هذاك حارس مليح ولا ماشي مليح. الحارس مرمى يقدر يعرف خوه عشان انت كنت حارس وتعرف واش اللي مليح واش اللي ماشي مليح. حارس مرمى ماهوش كيما لاعب. حارس مرمى سي ان بوست تري سونسيبل تري سونسيبل. زمان كانوا يقولوا 50%، انا نقدر نقول لك درك 70%، باسكو رانا نشوفوا دي غارديان بوت براتيكمون سي دي جوار دو شون، يعني لاعبين اللي يدخل يلعب يعني برجلو. التكوين هذا يبدا من الصغر، يبدا 10 ans 11 ans et les méthodes de formation elles sont simples، يعني حاجه سهله ومهله، ماهيش كبيره، مي تطلب بزاف beaucoup d'application
beaucoup d'applications et beaucoup de concentration. الإمكانيات الحمد لله عندنا يعني pratiquement tout ce qu'on veut. يعني même où il y a un truc spécial اللي احنا نسحقوه وفيه يعني منفعة فيه. Demandez, ouais, il y a des procédures bien sûr à faire. On doit remplir des fiches de matériel. وعندنا هنا الحمد لله يا ربي مسؤولين راهم مورانا دائما مورانا يعني هنا في الأكاديمية ولا يعني par mail et tout الحمد لله. 3-4 jours après عندك واش حبيت. Et c'est avec ça qu'on peut avancer et mieux avancer aussi. ومع نهاية الحصة التدريبية اتجه المدربون إلى مقرهم لتحليل المباراة التي فازوا فيها على مولودية الجزائر ب1-0 عن طريق حصة فيديو تستخلص منها النقاط السلبية والإيجابية. a été un petit peu en retard déjà. Donc Karim fait la couverture, donc Karim est bien placé. Mais regarde Doua est bien placé au départ. Regarde, il est bien placé au départ. Mais regarde, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il suit le ballon. Il ne doit pas suivre le ballon. Lui suit le ballon, regarde. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Regarde. Il commence à le lâcher le joueur. Le joueur, il continue dans sa lancée toujours. Donc quand tu le lâches, tu vois, puisqu'il dit non qu'il fait la couverture de Caleb. Mais non. Regardez au départ l'action. Regardez au départ. Bouguera est là. Ok, il y a une attaque lancée. Oui. On ne marque pas. Ok, il doit se replacer. Logiquement, il doit se replacer en tant que défenseur. D'accord. On est bien placé. Regardez. Non, au départ, on était bien. On est bien placé. Et il n'y a rien qui nous a désorganisés. Là, vous venez d'assister à une séance vidéo. On fait ça chaque fin. Début de semaine. Voilà, début de semaine. Voilà. Avant, après match, il y a toujours une séance vidéo. Que ce soit sur un match joué ou bien sur une séance, parce qu'on filme aussi les séances. Quand c'est nécessaire, on filme ça. Et il y a toujours le partage d'informations. Voilà, tout le monde. Voilà. Et le but, c'est de corriger, et de ramener cette qualité qu'on recherche. Voilà. أكيد أن الأمر صعب أولاً على أولياء الرياضيين لتسجيل أبنائهم في الأكاديمية، وأكيد أن الأمر أصعب أكثر على الملتحقين بالمركز بالنظر إلى بعدهم عن عائلاتهم في سن مبكرة، نقطة تعمل عليها الأخصائية النفسانية بالمركز التي أصبحت الأم الثانية للرياضيين بعد أن قضت معهم جل فتراتهم السنية. C'est aussi ma deuxième famille, à moi aussi. Parce que هاد الدراري كي جاو صغار، جاو 11 سنة 12 سنة، أنا نقول لهم أنا عندي زوج دراري، نقول لهم ما عنديش زوج، عندي 67 باسكو كامل خلاص والفتهم، صافي 8 سنين، صافي كي شفتهم كي كبروا ويعجبني الحال باسكو الحالة منظمة و سي ان انكادغمون سيريو من ليكسبيريونس تاعي اللي راني هنا، ما كاش طفل اللي قال لك سي بون أنا ما نقدرش نحمل ولا نروح. حنايا عندنا شغل لاكومبانيمون تاعنا إلي سبيسياليزي انديفيدواليزي، ماشي عندنا شغل اون فوي دو روت تو لي زونفون لازم نعملوهم بنفس الطريقه. او ديبي كاين دي بارون يقولوا نو بزاف صغير بالك ما نخليهش، هذا سيغتان بارون مي كي شافوا بلي لونفون هو اللي يشد في القرار تاعو وشافوا بلي تاقلم هنا، دونك يا با دو ريزون باش حتى تحرموا من الهدف تاعو. دي فوا يكون un enfant, c'est un enfant unique. Ou quand il arrive ici, il trouve un groupe. Déjà, لازم يتعلم كيفاش يتعامل مع الجماعة. Donc حنا on fait راكم شفتوا بلي كاين بزاف لي شيز باسكو نديروا دي سيونس دو جروب باش نعلموا لهم كيفاش يعيشوا مع الجماعة. ثمرة سنين يستفيد منها أولا فريق الأكابر أتلتيك بارادو،
الذي يمتعنا عبر قناة الجزائر في الرابطة المحترفة الثانية بأدائه الراقي. فاستغلينا الحصة التدريبية التي أجراها الفريق في المركز لإجراء حوار مع هداف البطولة زكريا نعيجي الذي تلقى تكوينه بالأكاديمية نفسها. Sur la chute du ballon, attention, peut-être le deuxième but, oui le deuxième but, et c'est le break signé par le buteur de cette équipe, Naïdi, qui marque son 5e but de la saison, et c'est un véritable chaos à 2 minutes de la pause. Naïdi, alors qu'est-ce qu'il a? Déjà il marque son 5e but, voilà. Peut-être qu'il dit à quelqu'un. On va bien zoomer ce maillot. صافينا انايا الاكاديمي اللي تربيت فيها تعلمنا بزاف في سيرتو مع لي زونطرينور تاعنا هادو اللي كانوا يربيونا على الانضباط وعلى تعلم الكره جيده. الحمد لله وفقنا ربي باش نبقى كي كبرنا ولينا كنت نقرا ودوكا مازال نقرا عندي هاد العام ثاني مغامره كبيره بصح مع الاول ما كانوش متقبلين هاد الفكره، لكن الناس يفتح عليهم قلت لهم لوكازيون تاع الواحد تجي خطره في العمر. الحمد لله خلاوني وقضينا 9 سنين ما نقولوش سفرينا بها، بصح كانت صعيبه علينا بزاف والحمد لله ربي وفقنا باش لحقنا هذه المرحله وكبرنا تعلمنا بزاف كفايس ورانا دوكا سينيور ورانا نلقاو فيه. التكوين الذي تلقاه لاعبو الأكاديمية والعمل الكبير الذي يقوم به المسؤولون أشاد به كثيرا مدرب الأكابر الإسباني خوسيه ماريا الذي خاض تجربة في المدارس التكوينية بإسبانيا إضافة إلى إشرافه على الفريق الرديف لريال بيتيس. Quand j'arrive ici, je connais un peu l'histoire de Parado, mais à l'arrivée, je vois une académie où il y a plus de joueurs avec plus de qualité individuelle et avec une bonne organisation. Pour ces motifs, pour le travail aussi, c'est plus facile. Il y a plus d'académies où le niveau de les joueurs ne c'est pas comme Parado. Tu arrives à Parado et trouver toutes les équipes, absolument toutes les équipes et joueurs de plus qualité individuelle. Il y a un travail de formation important. Nous arrivons ici pour une continuation et assez possible améliorer ce travail. Mais il y a un bon travail. Aujourd'hui, il y a plus de joueurs à l'équipe senior qui sont formés ici à l'académie et sont plus bons joueurs. Je crois qu'il y a un bon travail. Et à l'Argélie, je crois que Parado, c'est une école de référence pour les jeunes qui veulent jouer à football. خوسيه ماريا وبالنظر إلى خبرته الكبيرة كشف لنا أن الأكاديمية تسير وفق معايير عالمية وأنه لم يجد فرقا كبيرا بين مركز تكوين بارادو ومراكز التكوين في أوروبا.
pour la qualité des joueurs, je crois que Parado, c'est les mêmes que notre école à niveau mondial. Je suis plus surprise et plus heureux de la qualité des joueurs de Parado. نقطة استلزم علينا الوقوف عندها بما أن هذه الأكاديمية تمارس نشاطها منذ سنة 2007 فكان علينا إلا أن نطرح السؤال على المعنيين بالأمر فباستثناء رامي بن سبعين وغيره من القليل من اللاعبين أين هم الشبان الذين انتظرناهم أن يرفعوا من مستوى الكرة الجزائرية وأين هي ثمرة مركز التكوين الذي بنى نفسه بنفسه والإجابة كانت على النحو التالي. خلال التجربة لاحظنا باللي لو يعني اندمجنا قبل يعني في المنافسة لكن راح يكون بصح هذا ما يلغيش انه مستقبلا لي ميور جوار ان شاء الله خاصة خلال التكوين اللي عداوه لا خوف عليهم يعني تو لي جوار كي فون باسي il y a une très bonne génération اللي جايه لي 97 18 19 2000 وخاصة هادو يعني الدفعة الأخيرة من بين هادو راح يكون لاعبين راح يلعبوا إن شاء الله الآخرين وخرناهم منافسة وخرناهم باش يخرجوا أوروبا بصح هادو قدمناهم منافسة راح إن شاء الله يخرجوا أوروبا إن شاء الله. Avoir un bon joueur, il faut vraiment du temps et beaucoup de travail. Beaucoup de concentration, beaucoup de sacrifices. Sur 10, يخرجنا واحد on est vraiment aussi heureux parce que خالد واحد. Là, c'est une famille, une deuxième famille. On est en train de partager des moments très forts avec les enfants et tout. Ils sont en train de donner un maximum. Les responsables aussi, tout le monde ici. Chaque employé, on va dire, il a un rôle. كل واحد فينا عنده un rôle. كل واحد فينا راهو مربي هنا. كل واحد فينا il fait toujours attention à tout, vraiment à tout. L'académie, elle est en train de donner un style aussi pour le football algérien. تجربة جديدة في هذه البلاد وكاين كي تشوف المقارنة بين أكاديمية تاع في الأوروب ولا في سون فورماسيون رانا ديجا باسكو مام في الأوروب مام تلقاهم بالك عندهم شحال من جوار بصح يقدر يخرج لك واحد زوج ثلاثة ما راهي نسبة النجاح ما تقدرش تجيبها 100% باسكو هنا يدخلوا لك عوامل تدخل فيها حاجة واحدة أخرى دوك كاين هنا ويونطريني وكذا بصح اسكو في راسو راه داير اوبجيكتيف القدام هو يجيب له ربي تسمى كي مادام راك هنايا خلاص راح تنجح هي لا هي النجاح بالعمل. اليوم أصبحت أكاديمية بارادو ركيزة للكرة الجزائرية وأصبح رئيسها خير الدين زطشي مثالا لرؤساء الأندية الذين أهملوا وتناسوا جانب التكوين المشكل الذي يؤرق الأندية والمنتخب الوطني. على كل حال بالمناسبة أنا نحيي خير الدين زطشي والعمل اللي يقوم به يعني يفو تيري شابو لو طرافاي اللي راه يدير فيه منذ سنوات مش العام هذا فقط العام منذ سنوات بدليل انه كثير من اللاعبين الان ينشطوا في مختلف الفرق تاعنا في البطوله الاولى ولا الثانيه الرابطه الاولى ولا الثانيه سبق لهم انهم لعبوا في نادي بارادو وانا كان شخصيا راك تذكر كان من بين الناس اللي تعاملت مع خير الدين زطشي لما جبت حروش لشباب الوزداد فنهنيه بهذا العمل هذا ونتمناو ان شاء الله هاد اللاعبين هادو نشوفوهم عاون نيفو مستوى اخر سواء في الفريق الوطني الحمد لله الان بن سبعيني اللي خريج مدرسه البارادو راه على الابواب تاع الفريق الاول ونتمناو ان شاء الله فرق بالاضافه الى الشاب بن غيط اللي ايضا اللي راه يطرق في الباب تاع الفريق الوطني الاول نتمناو ان شاء الله ياكد فيه عناصر اخرى نشوفوه في البارادو الان اللي راه يسيطر تقريبا نقولوا شبه سيطره على الرابطه المحترفه الثانيه والفضل يرجع للشبان هذو اللي متخرجين من المدرسه تاع نادي بارادو
نتمنى ان شاء الله انه هاد اللاعبين هادو ما يتوقفوش غير هنايا في البطوله، نشوفوهم حتى في الخارج، لانه راح يزيدوا يتطوروا لما يروحوا في البطولات الاوروبيه خارج الوطن. والهدف منها كامل هو ترجع بالفائده للفريق على كل حال اللي كون واللي استثمر في هذا المركز هذا والاكاديميه والشبان هادو، والفائده ايضا ترجع للفريق الوطني. نتمنوا انه كل الرؤساء النوادي تقتدي بقدوه تاع خير الدين زرتشي فيما يخص التكوين. يعني انتهت مهمتنا وعلمتنا أكاديمية بارادو بمسؤوليها وعمالها وأبنائها بأن الوصول إلى هدف تكوين رياضي مثالي متخلق ومثقف لا يحتاج أبدا إلى أقدام، بل هو في حاجة إلى إقدام.